Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على خير الأنام. أكلتنا اليوم هي لمحبين أكلات الباذنجان، أكلة جميلة ولذيذة مكونة من مكعبات اللحم، باذنجان أيضا مقطع مكعبات، بصل وفلفل أحمر وفلفل أخضر كلها مقطعة مكعبات، قاشقة معجون، طماطة مقطعة مكعبات. طبعا الكمية اللي تكفي عائلتكم. أول خطوة نسويها إنه نخلي الجدر على النار، خلي بشوية ليا أو شحم المتوفر عندكم بدال الزيت، يعني حتى يكون صحي أكثر. نشوحه شوية دقائق بس، يعني تقريبا دقيقتين، شي دقيقتين. بعد ما نشوح نضيف اللحم فوقه، أيضا نشوح اللحم، نقلبه كم تقليبة، ونغطيه. هاي الأثناء احنا نجهز مي حار. بعد تقريبا شي 5 دقائق أو 7 دقائق وصلنا هاي النتيجة. تشوح اللحم عندنا، احنا مجهزين المي الحار، نضيف له مي حار، ونغطيه ونتركه إلين ينضج اللحم. بهاي الأثناء احنا نقلي الباذنجان بزيت ساخن. طبعا إذا كان الزيت ساخن ما راح يشرب الباذنجان زيت كثير. نقلبه ونشوحه إلى أن يصل هاي النتيجة. يعني مو ضروري إنه يتحمص نهائيا، لأن راح عنده مرحلة ثانية بالطبخ. بنفس الزيت نحط الفلفل الألوان، فلفل أحمر فلفل أخضر، نشوحه بنفس المقلوب بنفس الزيت، ونقلبه شي تقريبا هم 5 دقائق إلى أن يذبل. بعدين يذبل نرفعه ونحطه على جهة. نفس الزيت أيضا نخلي البصل، وأيضا نفس الطريقة نقلبه إلى أن يتشوح ويذبل. بعدها نرفعه ونخلي كمية قليلة من البصل بالمقلاة، ونفرغ فوق الطماطة، نغطيها إلى أن تذبل، تقريبا تستوي نص استواء. نخلي فوقها خاشقة المعجون، نمزجها جيدا مع الطماطم ونغطيها، خليها لين تتسبك. هل أثناء اللحم عندنا استوى، بقى عندنا قليل من المي مع اللحم، نضيف خلطة الطماطة فوق اللحم ومي اللحم. نضيف أيضا البصل والفلفل الألوان، نخليهن يتسبكن مع بعضهن. الباذنجان نخليه آخر مرحلة، نغطيه إلى أن يتسبك شي 5 دقائق. بعد ما تسبك الأطعام كلها تجانست مع بعضها، خلي الباذنجان طبعا شي دقيقتين ما أكثر، نخليه على النار مع هاي الخلطة، هاي المزيج، نغطيه. بعد شي دقيقتين نرفعه من النار، نفرغه بالبايركس، نجهزه وندخله بالفرن. ياخذ له تشويح 10 دقائق إلى 20 دقيقة، مجرد حتى يتسبك وياخذ طعم الشوي بالفرن. بعد 10 دقائق إلى 15 دقيقة طلعناه من الفرن. هاي النتيجة، طبعا رائحة جميلة بشكل أجمل. تقدرون تقدمونه مع الرز أو التمن مثل ما احنا نقول بالعراقي، تقدرون تاكلونه مع الخبز. رائحة كلش جميلة.
مختلطة، مزيج من اللحم مع الطماطم مع الفلفل مع البصل. وألف صحة وعافية على قلوبكم إن شاء الله. لا تنسونا من الدعم واللايك. مثل ما تشاهدون تم طبعا يعني مجهزته أثناء ما استوت الأكلة معنا، تم أني جهزته.